هو انت عندك اعاقه في بقك ومناخيرك عشان كده مدرياهم النوع اللي هو الكلام بيأثر فيه قوي، فانتوا ممكن تدمروا حياه بني ادم. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انا النهارده طالعه اتكلم معاكم في موضوع شخصي، حاجه تخصني انا. يعني مبدئيا كده انا مش طالعه افتي، لان انا مش اهل فتوى ان انا اطلع افتي، ولا طالعه ان انا اتكلم من منطلق ديني. يعني خلينا متفقين على كده من البدايه. الموضوع كله ان انا طول الوقت او معظم الوقت يعني بقرا الكومنتات بتاعتكم، بفتح المسجات بتاعتكم. يعني اي حد عندي على الانستجرام هيبقى عارف كده، لان انا برد على معظم الناس. بقالي فتره شايفه ان الناس بتهاجمني، تنتقدني في موضوع النقاب. انا هقول لكم بالظبط الحاجات اللي انا قريتها، ودي الحاجات اللي زعلتني قوي. يعني في ناس، طبعا كلنا عارفين ان في فرق بين انك تهاجمي حد وبين انك بتديله نصيحه. يعني النصيحه بتبقى واضحه، وان حد بيتكلم اي كلام عشان بس مجرد ان هو يهاجمك ويطلعك مش كويسه، دي برضو بتبقى واضحه. انا دلوقتي بتكلم عن الناس اللي هي بتهاجمني، بيقولوا لي بالظبط والله يا جماعه الكلام ده انت عار على الاسلام، بتشوهي صوره النقاب، هو انت عندك اعاقه في بقك ومناخيرك عشان كده مدرياهم، طب ما تبيني بقيه وشك، هو انت حواجبك والحته دي ما دخلوش الاسلام. كلام كله بطريقه مش كويسه، ويعني زي ما انتوا والله العظيم الكلام ده حرفيا يعني. شوف طبعا انا هخلي لكم يعني الكومنتات هتطلع قدامكم دلوقتي. المهم يعني انا طبعا الكلام ده يا جماعه بيأذي نفسيا. لو حد مثلا نفسيته ضعيفه، او اللي هو النوع اللي هو الكلام بيأثر فيه قوي، فانتوا ممكن تدمروا حياه بني ادم. لو انت شايف في حاجه مش كويسه انت ممكن تنصح وخلاص. انا عملت بالنصيحه، عملت ما عملتش خلاص، انت مالكش ان انت تخش تكتب كلام يأذي بني ادم، لان لو انتوا بتتكلموا بقى في الحلال والحرام فده اصلا حرام. النقطه الثانيه ان اصلا مفيش بنت كتبت لي كومنت بتهاجمني فيه بالطريقه اللي انا حكيت لكم عنها دي، الا يعني بقى طالعه يا اما اصلا مش محجبه، يا اما نص شعرها بره ولابسه هدوم ضيقه جدا. فاللي هو انا ابسط رد ممكن ارده عليكي اقول لك طب ما تروحي تشوفي نفسك. يعني انت جايه بتكلميني انا وانت اصلا كده؟ يعني انا ممكن ارد يا جماعه، بس يعني انا مش يعني ما احبش ان انا اكون شبهك. يعني انت جايه تاذيني نفسيا وبتكتبي لي كومنتات سلبيه زي دي. ابسط يا جماعه، الاذيه سهله جدا، اي حد ممكن يأذي اي حد، بس يعني انا ليه هستفاد ايه اما اذيكي؟ فانا طالعه النهارده عشان اتكلم في الموضوع ده. امنيه، انت لبست النقاب امتى؟ مبدئيا كده انا لبست النقاب بقالي سنتين. قبل النقاب كنت حرفيا شبه معظم البنات اللي موجودين حاليا، اللي هو لبسي طبعا ما كانش واسع، ممكن اخرج شويه من شعري بره، بحط ميك اب، بحط برفان وانا نازله زي اغلبيه البنات اللي موجوده حاليا، ربنا يهديهم يا رب. فانا كنت كده. فلما جيت البس نقاب فلبسته مره واحده، عشان انا يعني حاولت كذا مره ان انا بدات في البدايه ان انا اطول لبس شويه، اوسعه شويه كده، يعني اللي هو يعني واحده واحده. ما كنتش عارفه اتخلى عن فكره ان انا ما احطش ميك اب. البني ادم طول ما هو متعود على حاجه وبيحبها، فبيكون لما حد مثلا يجي يقول له بطل الحاجه دي او الحاجه دي غلط، بيبقى صعب على البني ادم اللي هو ياخد الخطوه دي. يعني مش من يوم وليله هتوقف الموضوع ده. فانا حسيت ان انا لازم اخد خطوه جامده شويه، اللي هو يعني لا، انا هلبس النقاب كده كده وشي مش هيكون باين، بس فلبست النقاب مره واحده. بالنسبه للناس بقى اللي بتقعد تقول انت ليه مش لابسه النقاب صح، بص مبدئيا يا جماعه لحد اللحظه اللي احنا فيها دي كل علماء الدين، في ناس بتقول ان النقاب فرض، وفي ناس بتقول ان هو مش فرض، ان هو سنه، وان اصلا مسموح بكف الايدين والوجه، اللي هو الوشنا عادي وايدينا تكون باينه. فانا برضو مش هتكلم من موضوع الفتاوي وكده، لان زي ما قلت لكم لحد دلوقتي اصلا العلماء مختلفين. فانا بتكلم عن نفسي انا كأمنيه، انا لابسه النقاب وشايفاه ازاي. ممكن اكون فعلا مش لابسه صح، لان النقاب يعني كل حاجه في الدنيا يعني ليها مقاييس معينه كده. انا مش قادره اعمل ده حاليا. يعني انا هكلمكم بكل صراحه، انا مش عارفه اخد الخطوه دي. يعني انا بحاول، بس انا لحد الان مش عارفه البسه، اللي هو اللبس اللي هو ما يكونش فيه الوانات، واللي هو يكون الخمار طويل، وان ما بينش الحته دي. بس على الاقل يعني انا مش بشوه صورته يا جماعه. محدش يجي يقول لي انت بتشوهي صوره النقاب. انا لا قدوه لحد ولا مثلا داعيه عشان انتوا تتبعوني. يعني انا بعمل كده لنفسي، مش معنى ان انا مش عارفه البسه صح او بالشكل اللي انتوا شايفينه صح ان انا ارجع لورا بقى وتقعدوا تقولوا لي طب ما تقلعي النقاب وانت عندك اعاقه في بقك ومناخيرك. يعني عيب يا جماعه، عيب الكلام اللي بيتقال ده. انا خدت خطوه كويسه لقدام، ان شاء الله بعد كده احاول ان انا احسن منها. ابسط الحاجات، لبسي واسع، محدش بيشوفني بميك اب، ما باخدش ذنوب، لان دي طبعا زينه وما ينفعش حد غريب يشوفها. انا حاسه من نفسي ان انا كويسه، فانتوا ليه حد يجي يهاجمني وانا اصلا بالشكل ده؟ فانا لابسه النقاب عشان احافظ على نفسي من حاجات معينه انا كنت بعملها قبل كده. يعني انا ما وصلتش للليفل اللي هو ان انا اكون لابساه بالشكل الصح
الصح، بس على الاقل انا بعمل حاجه كويسه. انا زي ما قلت لكم انا بتكلم معاكم بكل صراحه، فهقول لكم يعني هقول لكم انا شايفه الموضوع ازاي. يعني انا فعلا صغيره جدا ان انا البس نقاب، بس برضو في ناس ممكن تكون اصغر مني ولابساه بشكل صح، ربنا يبارك لهم طبعا. بس انا بتكلم زي ما قلت لكم، بتكلم عني انا شخصيا. انا لما بلبس مثلا خمار طويل او كده بحس ان انا شكلي كبير، وبحس ان انا شكلي مش حلو، وهو ده مش صح. بس احنا كل ما بنكبر يا جماعه كل ما بننضج اكتر، فانا حاليا بلبسه بالشكل ده عشان بحس شكلي كده احلى. لما بلبس مثلا النقاب الالوانات، لما بحط الشريطه هنا بحس ان انا شكلي وحش قوي. فهو انا زي ما قلت لكم انا بعمل كده عشان انا شايفه نفسي حلوه كده، عشان مش عايزه ارجع خطوه لورا. زي ما اتكلمت عن الناس اللي بتهاجمني، فانا عايزه اوجه رساله شكر لكل الناس اللي هي الاغلبيه اصلا اللي هي بتشجعني وبتدعمني دايما، بيبعتوا لي كلام كله حب. فبجد انا بحبكم جدا وشكرا عشان انتوا بتدعموني وشايفين ان انا كويسه وان انا ما بعملش حاجه غلط. حبيت بس ان انا اشكركم زي ما انا اتكلمت عن الناس اللي بتهاجمني. يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. بجد بجد انتوا حبايب قلب ام عز. بس كده يا جماعه مش عايزه اكون طولت عليكم، بس انا هستنى رايكم وهستناكم تكلموني على الانستجرام او تكتبوا لي في الكومنتات تحت الفيديو ايا كان، انا هقراهم كلهم، هيفرق معايا جدا وهرد عليكم كلكم. وبس كده هقوم بقى عشان عزيز الصحي.